اهلا بيكم في حلقه جديده من الحلقات اللي احنا مخصصينها عشان نتناول المخاطر اللي موجوده جوه بيوتنا، وازاي نقدر نتعامل معاها ونعيش معاها بامان جوه بيوتنا. من الحاجات الخطيره اللي ممكن تكون موجوده جوه بيوتنا وللاسف ما بنحسش بيها خالص هو غاز الرادون. ايه غاز الرادون ده؟ غاز الرادون هو غاز بيطلع في البيوت بسبب تحلل المواد المشعه اللي موجوده جوه الارض بشكل طبيعي. يعني الارض بشكل طبيعي بيبقى موجود فيها عناصر مشعه زي اليورانيوم مثلا، ولكن بتركيزات قليله، وبالتالي اليورانيوم في حد ذاته ما بيبقاش خطر، بس مع تحلل اليورانيوم بيبدا يطلع غاز اسمه غاز الرادون. غاز الرادون ده خطورته في الاماكن المغلقه، يعني هو ما بيحوشوش، الخرسانه مش بتوقفه، العوازل اللي احنا بنستعملها في مجال الانشاءات مش بتوقفه، وبالتالي هو بينفذ جوه كل الحاجات دي. طيب لما بينفذ جوه الحاجات دي ويتركز جوه البيوت، يعني يتركز جوه البدروم، يتركز جوه غرف النوم، يتركز جوه غرف المعيشه، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان هو بيبدا يحول كل الحاجات اللي جواه المحيطه بيه الى عناصر مشعه. يعني مثلا لو في البدروم عندنا خزان ميه وفي تركيز عالي لغاز الرادون، الغاز ده نفسه بيتداخل مع الميه وبيخلي الميه تبقى مشعه، وبالتالي بقى في خطر كبير جدا من وجود الرادون جوه البيوت. العالم بقى، بما ان احنا في الاسئله الجميله بتاعتكم اللي انتم طرحتوها في موضوع الموجات الكهرومغناطيسيه، قلت لنا طيب ايه المعايير، ايه الستاندرد، نقلق امتى؟ خلينا نقول لكم ان العالم كله برضو بدا يهتم بموضوع الرادون وبدا يحط له معايير. منظمه الصحه العالميه والجهات المهتمه بالبيئه في امريكا دي حاطين معايير لغاز الرادون. بيقولوا لما يبقى عندي كذا بيكوريل للمتر المسطح، اذا هنا في خطوره. البيكوريل دي وحده القياس بتاع الرادون، وبالتالي بقى الموضوع مطروق عالميا. يعني خلاص القصه دي بقت محدده وليها معايير وليها ستاندرد وليها مصداقيه، بما ان منظمه الصحه العالميه اللي هي ما بتطلعش اي داتا الا بعد مجموعه من الابحاث العلميه المدققه اهتمت بالموضوع، وبالتالي الموضوع بقى ليه مصداقيه وليه اساس علمي. بيتقاس ازاي؟ بيتقاس باجهزه برضو بسيطه. ده جهاز من الاجهزه اللي احنا بنقيس بيه تركيز الرادون جوه المكان. بنحط الجهاز ده لمده من يوم الى 7 ايام، بيبدا يدينا قياسات على المدى القليل وقياسات على المدى الطويل، وبيقول لنا نسبه الرادون وتركيز الرادون في المكان ده عامل ازاي. لو شفنا قياسات الرادون في المكان اللي احنا فيه هنلاقيها 16 على الشورت تيرم، هي 16. طيب 16 دي يبقى معناها ايه؟ معناها انه في خطوره موجوده فعليا في المكان ده. ليه؟ لانه نسب الرادون فيه تعدت النسب العالميه. ازاي ده ممكن نحله بقى؟ يعني ازاي ممكن نحل الحاجات دي بشكل مبسط اللي الانسان العادي يقدر يتعامل فيه؟ انه يحافظ على تغيير الهواء جوه الاماكن، جوه الفراغات بتاعته، جوه البيت بتاعه. غاز الرادون مجرد ما بيحصل تيار هواء، لانه غاز فممكن يطلع مع الهواء ويدخل مع الهواء، وبالتالي كل ما انا حافظت على المكان ما يبقاش الهواء فيه راكد، كل ما كان فيه مشكله. طيب بالنسبه لاماكن العمل مثلا زي الاوفيس بيلدينج، المباني الاداريه اللي هي بتبقى فولي اير كونديشند، مكيفه بالكامل، مقفوله دايما، ما بتتهواش، هنا بقى الخطوره بتزيد. ليه؟ لانه التركيز هنا بيزيد جدا، وبالتالي بيبدا يحول كل العناصر اللي حواليه الى عناصر. طيب نحل المشكله دي ازاي من اصلها؟ هنا ده اللي احنا بنعمله بقى في بايو سبيس، ان احنا بنبدا نقيس المستويات بتاعه الرادون، نشوف معدلاتها مع المعدلات العالميه ولا مش مع المعدلات العالميه، ولو مع المعدلات العالميه خلاص ما عندناش مشكله، بس نبقى حددنا انه مفيش مشكله رادون في المكان، نتجاوز مشكله الرادون ونشوف مشكله ثانيه. طيب لو هي في الحدود الخطر، هنا في مجموعه حاجات، مجموعه معالجات نقدر نعملها، زي مجموعه عزل بطريقه معينه. في حاجه اسمها الرادون ترابس، المصايد بتاعه الرادون، بحيث ان هي بتمتص الرادون ده من الهواء وتبدا تاخده جوه فلاتر، وبتخلص من الفلاتر دي بعد شويه، وبالتالي في حلول موجوده. الحلول دي مش مشهوره طبعا، لان مصر مش من الاماكن اللي الرادون فيها مركز بشكل كبير، ولكن بالتجربه الشخصيه كده انا لقيت انه في اماكن كتير موجود فيها رادون بنسب عاليه جدا، وخصوصا ان احنا عندنا عاده من العادات اللي ممكن تزود تاثير الرادون، اللي هو التدخين جوه الاماكن المغلقه. الحقيقه التدخين جوه الاماكن المغلقه من الحاجات اللي بتزود تاثيرات غاز الرادون، وبالتالي لو مكان فيه مدخنين او بيتعمدوا او من طبيعتهم ان هم بيدخنوا جوه المكان، خطوره الرادون بتتضاعف لاربع وخمس وست اضعاف في بعض الاحيان. وبالتالي من المهم جدا في المعالجات الاساسيه بالنسبه لنا ان احنا ما ندخلش جوه الفراغات المقفوله، ان احنا نحافظ على تجديد الهواء جوه الفراغات دي، او ان احنا بنلجا للمختص عشان يحل لنا المشكله لو ما قدرناش نتعامل معاها في الحدود دي. من الحاجات اللي عايز اكد عليها برضو في موضوع اهتمام العالم بموضوع الرادون، انه معظم الدول الاوروبيه عندها خرائط لمعدلات انبعاثات الرادون
في الولايات بتاعتها، ان امريكا مثلا عندها خريطه بتقول ايه الولايات اللي موجوده عندها اللي نسب الرادون فيها عاليه، وبالتالي واحنا بنختار المكان لو احنا بنعمل مبنى جديد المفترض ان احنا بنشيك على المكان بتاعنا بما ان عندنا خريطه حكوميه معتمده بتقول ان تركيز الرادون في المكان ده هو عالي، وبالتالي انا لازم اخد بالي قبل ما اعمل المبنى الجديد. ولو المبنى بتاعي قائم فانا ببقى عارف بشكل مبدئي ان في خطر في المكان ده. طبعا للاسف ما عندناش حاجه زي كده في مصر، وان كان عندنا في مصر ابحاث علميه كتير ناقشت الموضوع ده وبدات تعمل قياسات في اماكن مختلفه من محافظات مصر وتشوف معدلات تركيز غاز الرادون. يعني اتمنى ان احنا نكون حطينا اطار او حطينا علامه كده، علامه استفهام او علامه قويه او مؤشر نقول فيه خدوا بالكم يا جماعه انه في حاجه اسمها غاز الرادون، ان غاز الرادون ده غاز مشع، ان مخاطره على الانسان بتوصل للاصابه بامراض خطيره جدا زي السرطان لان هو بطبعه غاز مشع، وبالتالي الاعراض اللي ممكن تحصل من المواد المشعه ممكن يعملها غاز الرادون. اشكركم على المتابعه، واتمنى ان احنا لو في اي استفسارات او نقط مش واضحه اتمنى ان انتم تبعتوا لنا على الصفحه بتاعتنا على الفيجن بايو سبيس، وان شاء الله نعمل لكم حلقات مجمعه نجاوب فيها على كل استفساراتكم بخصوص موضوع الرادون. اشكركم ونشوفكم على خير في الحلقات الجايه ان شاء الله.